بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنتعلم إن احنا نحسب وزن الحديد في بلاطة اللي هي فلات سلاب. تعال نروح هنا على برنامج الإكسل. أنا عندي هنا حديد فرش وغطا. طيب، الفرش اللي هو بوتوم والغطا اللي هو توب. جميل. هكتب هنا اللهم صل على سيدنا محمد مساحة البلاطة. طيب جميل. وهنا القطر ده الخاص باللي هو الفرش، والتوب ده اللي هو الغطا. يبقى دول كده خاصين بالتوب اللي هي 5/16 خاصة بالتوب، وال5/14 خاصة بالبوتوم. طيب دول كده طبقة واحدة. هاجي هنا في اللاير، لو انا كتبت دول كده واحدة كده بقوا طبقتين، عفوا دي كده طبقة واحدة عشان دي نمبر اوف لاير. يبقى انا عندي اللي انا هغيره الاريا والقطر والعدد وكم طبقة. طبقتين، هتكتب هنا طبقتين، هتكتب هنا وليكن مثلا انا مع المساحة 140 33%. طيب وليكن معي هنا 7/16. جميل. وبرضك 7/16 14. ال7/14 دول في الطبقة اللي هي الفرش. طيب وال7/16 الطبقة اللي هي، عفوا مش الطبقة، أنا عندي هنا في فرش وغطا. ال7/14 دول في الفرش اللي هو البوتوم، وال7/16 اللي هو الغطا. طيب البلاطة فلات سلاب عبارة عن كم طبقة؟ كم لاير؟ 2 لاير ولا 1 لاير؟ لو 1 لاير هتكتب هنا 1. جميل. يبقى انا عندي هنا فرش وغطا وطبقة حديد واحدة. طيب انا عندي اللهم صل على محمد وليكن 2 لاير، عندي طبقتين، هكتب هنا 2. هتلاقي هنا الوزن اتغير معاك بالكيلو جرام. طيب جميل. ممكن اصفر ده كده واصفر ده كده. يبقى انا عندي كده هحتاج 5 طن. جميل. الوزن هنا بالطن وهنا بالكيلو جرام. طيب تعال نروح هنا وليكن مثلا على برنامج هنا. انا شايف ان هي ايه يعني، هي وضحت يعني مش محتاجه، بس تعالى وليكن انا مثلا انا عندي هنا وليكن مثلا انا عندي اللهم صل على سيدنا محمد، عندي اللهم صل على سيدنا محمد البلاطه ديت من هنا لهنا كده متر. جميل. وهنا برضك متر برضك. جميل. بص انا هحسب لك على دي. طيب متر في متر، عايز اجيب المساحه بتاعتها. طبعا ام جي دي بالنسبه لي الاضافه اللي عندي في الاوتوكاد. تمام. كيب تكست. اوكي. يبقى انا عندي هنا جاب لي المساحه بتاعتها متر مربع، يعني ده كده متر في متر، متر مربع. طيب تعالى نحسبها في واحده تانية، وليكن مثلا هرسم هنا اي حاجه. تعالى نعملها مع بعض. طيب جميل. ام جي. اوكي. طيب انا عندي دي كده 20.4، يبقى المساحه بتاعت البلاطه دي 20.4. هاجي هنا كده على برنامج الاكسل هكتب هنا 20.4. جميل. هفترض ان هي 5 وليكن 14، وهنا 5/14. يبقى هي هتاخد كام حديد؟ وهفترض ان هي طبقه واحده او طبقتين، خليها طبقتين. هتاخد 494 كيلو جرام من الحديد، يعني قول نص طن مثلا. تعال نكبر نخليها 7/14 وهنا 7/14. خلي دي 16 مثلا. هتلاقيها بدأت تتغير معاك. يبقى أنا كل اللي أنا عملته كتبت اللهم صل على سيدنا محمد الحديد اللي هو الفرش 7/14. طيب والحديد الغطا اللي هو 7/16، وجيت هنا غيرت في اللاير. بس الموضوع سهل وبسيط خالص. يبقى أنا عندي المساحة وعندي القطر وعندي عدد الحديد وعد اللهم صل على محمد كم طبقة. تعالى نعملها مع بعض هنا تحت هنا كده. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طب بص، يبقى أنا كده شرحت الكلام ده كده المرة دي كده نظري. المرة الجاية إن شاء الله هشرحه عملي، بحيث إن أنا عملي إن أنا هبدأ فهمك المعادلة. جميل. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.